انت بتقول ايه؟ ام كلثوم في بيت الطاعه؟ ده اللي اتنشر وقتها في الجرايد لما اتكتب ان في شخص صعيدي من اسيوط اسمه عبد الستار بيطلب ام كلثوم في بيت الطاعه، وكمان عرض على المحكمه جوابات بخط ايديها. ام كلثوم طبعا كانت هتتجنن لانها ما اتجوزتش اصلا، لكن اللي حصل ان الراجل ده كان بينتقم منها عشان لقاها بتقول نكته على الصعايد، فالف حكايه انها متجوزاه في السر، وساعده في ده عمده البلد، والف حكايه عشان ينتقم منها. في الوقت ده نزل خبر في إحدى الجرايد إن هو عامل حفلة وعايز أم كلثوم تغني في الحفلة دي بأجر 200 جنيه، والأجر ده في الوقت ده كان أجر باهظ جدا. أم كلثوم شافت الخبر وردت عليه بجواب إن هي موافقة إن هي تغني في الحفلة، وأخد الجواب واحتفظ بيه، وبعدها بيومين بعت لها جواب بيعتذر فيها عن الحفلة لأنه حصل عنده حالة وفاة لأحد أقاربه، وفضل بعدها يبعت لها جوابات في الأعياد تهنئة وفي المناسبات، وهي ترد عليه الجوابات للمجاملة، وهو أخذ الجوابات برضه واحتفظ بيها، وكانت الجوابات دي بتتبعت على بوسطة بلد عبد الستار. فهو استغل الجوابات دي وقدمها للمحكمة على أساس إن هو بيتراسل مع أم كلثوم وقال إن هو متجوزها، وهنا محامي أم كلثوم اتدخل وقفش لعبة الراجل ده. ساعتها أخينا واعترف كمان على العمدة اللي كان بيساعده، وطبعا وقتها أم كلثوم نفخته. وما تنساش طلع السر من البير واعمل شير كتير.